السلام عليكم everyone. تعالوا نتكلم على الترايل بتاعت ال EST. هل كانت حلوة؟ هل كانت وحشة؟ وهل كان في updates جديدة ناخد بالنا منها عشان ال upcoming exams؟ يلا بينا. طيب مبدئيا أنا الصراحة دي يمكن من أكتر الترايلز اللي أنا طالع مبسوط منها الحمد لله، بالنسبة يعني للperformance بتاع students وكده. يمكن لأنه سبحان الله يعني بفضل ربنا عز وجل أكتر من أي حاجة، يمكن دي أكتر ترايل الحمد لله التوقعات بتاعتنا بتاعت الإكزام جت صح. يعني كنا نزلنا هنا على اليوتيوب في اللايف الفاينل ريفيجن قبل المحاولة، وسبحان الله يعني أول كلمة قلناها للولاد: يا جماعة خلوا بالكم احتمال كبير يجي addition و deletion كتير. وكذا طالب من اللي دخلوا قالوا إنه جاء 4 أسئلة addition deletion لوحده. رجعنا على transitional sentences وقلنا خلوا بالكم إنه ممكن يجي عليه كذا سؤال، جه عليه سؤالين. رجعنا على transitions والطلبة الصراحة مش فاكرة هل جه سؤالين ولا 3، لكن الشاهد في الموضوع جه فيه كذا سؤال. فالحاجات اللي احنا ركزنا عليها بفضل الله ربنا كرمنا يعني المرة دي وجت بكمية يعني كويسة الحمد لله. طيب فيمكن بصراحة ده هيخلي مثلا رأيي في الترايل دي متحيز شوية، لكن بصراحة الفيدباك اللي لميته من الطلبة بتوعنا يعني انه الحمد لله محدش استصعب خالص الرايتنج سيكشن كان زي السكشنز اللي احنا ويف براكتست عليها قبل كده، ما كانش فيه مشاكل. يمكن بس الريدنج اللي كان غلس شوية لان كان فيه 2 history passages. كان جاء باسج عن كريستوفر كولومبوس، كان باسج سخيف شوية يعني. وكان في باسج تاني الناس كومنتد او اتضايقت ان هو جه فيه 3 vocab questions، فيمكن الريدنج الترايل دي كان غلس شويه صغير. طيب مستر، طالما في حاجات قلت كويسه فيعني خلاصة الموضوع ان الرايتنج كان كويس، الريدنج مش احسن حاجه. طب مستر هو ليه او انت منين متفائل؟ يعني التفاؤل very simply انه الحمد لله والشكر لله في كام حاجه جميله حصلت الترايل دي. فور اكزامبل لو هنقارن الترايل دي بجولاي، يعني الترايل بتاعت جولاي اللي فات جه فيها 11 سؤال فوكابلري. يعني ده الطلبه بتاعتنا عدته في الاكزام، احنا بنبقى مكلفين طلبه ان هم يعدوا انواع اسئله معينه يعني. الترايل دي حسب الاكونت بتاعت الطلبه جه منها سؤالين او 3 بالكتير جدا فوكاب. فدي حاجه بتطمنا الحمد لله، معناها انه الاورجنايزيشن المؤسسه اللي بتعمل الاكزام بتاع الاي اس تي بدات انها تقلل الفوكس على موضوع الفوكابلري وتزود الفوكس على الكويستشن تايبس اللي الطلبه ممكن تذاكرها، زي فور اكزامبل الباراجراف اديتنج، زي البنكتويشن، الحاجات دي. طيب هل في ابديتس او حاجه جديده للترايل دي جت ما كانتش بتيجي قبل كده؟ الحقيقه الحمد لله هي مش حاجه جديده 100%، هي مجرد كومباينيشن من الليسنز اللي كنا خدناها قبل كده. كان في طلبه يعني اتكلموا على ازاي انه بعض الاسئله كانت كومبايننج نوعين من الاسئله مع بعض. فور اكزامبل في سؤال جه كان بيسال على addition deletion وبيسال على الانترودكشن بتاعه الباراجراف في نفس الوقت. فده كده سؤال بيتارجت لسنين. اولا هل انت بتعرف تجاوب الاديشن ديليشن كويستشنز، وفي نفس الوقت هل بتعرف البيست انترودكشن او المين ايديا ولا لا. فالحقيقه هي ممكن اسئله تخض بعض الطلبه لما يخش الامتحان لانه يتخيل ان هي حاجه جديده تماما، لكن هي مش حاجه جديده او حاجه، هي very simply نفس الليسنز اللي خدناها قبل كده لكن متركبه على بعض. في لسن جه في الليست كان بيتكلم على punctuation و parallelism في نفس الوقت، ودي حاجة احنا راجعنا عليها لو فاكرين قبل الامتحان. فاوفرول الحمد لله الايدياز الجديدة الموجودة فيه كلها ايدياز مش صعبة، هي مجرد combining question types الطلبة بالفعل حلت عليها. الحاجات اللي زي الفوكابلري قل الفوكس عليها، ودي حاجة تطمن الكل يعني الحمد لله مفيش اي حاجة مقلقة في الموضوع. طيب نجاوب على سؤال مهم قوي دلوقتي. مستر انا الترايل خلصت المفروض اعمل ايه؟ حضرتك اقعد اسبوع كامل ابعد خالص عن اي حاجه ليها علاقه بالاكزامز. اقعد اسبوع كده على جنب، ريح، روح مدرستك او العب او اتفسح whatever، مالكش اي دعوه بالاكزامز. بعد اسبوع من دلوقتي ان شاء الله تبدا تفكر وترجع تحل تاني. طيب مستر هل استنى لحد ما النتيجه تبان قبل ما ابدا احل؟ اوعى تعمل ده، غلطه كبيره جدا الناس تعملها، انه يستنى النتيجه بتاعه الامتحان تبان قبل ما يبدا يرجع يحل تاني. شباب انت خلي بالك النتيجه بتطلع بعد اسبوعين ل3 اسابيع، فلا قدر الله افرض اتاخرت المره دي وطلعت بعد 3 اسابيع، وبعد 3 اسابيع من دلوقتي اكتشفت انك لازم تخش جولاي، هتلاقي نفسك مزنوق ان عندك 6 اسابيع بس براكتس ولا 5 اسابيع براكتس، ده عدد قليل طبعا زي ما انتوا عارفين. فما تزنقش نفسك الزنقه دي، اوعى تعمل في نفسك كده. الله يكرمك، اول حاجه انت تعملها دلوقتي انك تريح اسبوع وبعدها ترجع انك انت تحل تاني. احنا عامه عندنا في الكورس هنبدا نبريبير لجولاي بعد اسبوع من دلوقتي ان شاء الله. حابب تخش معانا في البريبريشن اهلا وسهلا، حابب تحل لوحدك عادي
بس الشاهد في الموضوع، اوعى تعدي اكتر من اسبوع من غير preparation. تمام؟ بعد اسبوع من دلوقتي تبدأ تحل. طيب افرض حليت وبعدين لقيت انك جبت النتيجة اللي عايزها، طب تمام الحمد لله، انت ما خسرتش حاجة، العكس هتبطل عادي خالص حل، والحمد لله تشوف بقى هتحل EST2، ولا لو انت خلصت الاتنين تشوف بقى تركز في التقديم على الجامعة وكده. يعني هي حاجة انت مش هتخسر حاجة. اسبوع ولا اسبوعين براكتس زيادة عمرهم ما مخسروكش وقت يعني، فاهمين الفكرة؟ ولو اكتشفت انك لازم تخش محاولة جولاي، انت هتستفيد جدا انك انت الاسبوعين دول هيفرقوا معاك. هتلاقي نفسك يعني دول حرفيا ممكن يفرقوا معاك، بدل ما تبراكتس لمدة 6 أسابيع بس، وزي ما انتوا عارفين ده مدة مش أحسن حاجة للبراكتس، تبقى you've practiced about 2 months. فالحاجات دي بتفرق شوية بليز. بس كده يا شباب، ده رأيي في الترايل ونعمل ايه دلوقتي وكل حاجة. قلنا يا رب انكم تكونوا استفدتوا، and I'll see you soon إن شاء الله. سلام عليكم.